سيدي الكريم، كنت حاضر منذ شهرين تقريبا في نفس المنبر، تحدثت على وضعية خاصة أو على رسالة خاصة من قبل مدير مكتب سيدة الأرض في غزة، كانت ليه وصية لك. خلينا فقط نذكره لأنه ثم مستجد في هذا الموضوع. زوجاتها وغيرهم بقلم يكتب اسمه، لا قدر الله راح شهيدا يتم التعرف عليه، كل حسب ما متوفر لديه. يا عزيزتي، مش بس هل تعلم جيدا ان كل من هو في قطاع غزة الان كتب وصيته؟ هل تعلمي ذلك؟ انا مكتب سيدة الارض، مؤسسة سيدة الارض، ان مكتب في غزة، مدير المكتب عندي بكل وضوح بعث لي رسالة، انقطع الاتصال طبعا كما تعلمون، دمرت غزة تماما. بعث لي رسالة قال لي انت اخي الكبير، واذا القدر شاء بان اكون شهيدا واولادي نجوا، ارجو ان يكونوا اولادي امانة في رقبتك. طب هذا ابكاني، ابكاني. تخيل انه هو يعني ينتظر، ماذا ينتظر؟ الشهاده. دكتور كمال الحسيني، بعد هذه الوصيه ما الذي حدث؟ اولا اشعر ما بين الفتره اقل من شهرين الى الان اشعر بانني كبرت 10 سنوات حقيقه. على العموم، اردت ان اخذ من هذا الصحفي النخله ابا حمزه وائل الدحدوح كيف الله عز وجل اعطاه هذا الثبات الانفعالي، فلنأخذ منه ولو قليلا. الآن أفصح عن الأسم خالد مهنا، هو مدير مكتب سيد الأرض في غزة منذ 5 سنوات. طبعا نحن صباحا مساء ويوم السبت ويوم الأحد يعني معا وسويا في كل دقيقة. هو مسؤول عن المكتب وأيضا هو له في التصميم مهندس. كما قلت هنا وحكيت الأمور بكل تلقائية وعفوية، بأن عندما أنت حورتيني في بأن الأسماء وكيف الآن الوضع في غزة، الوضع هو كما قلت منذ البداية، نحن في إبادة جماعية تماما وحقا وأكثر. كان الآخر يتلقى ذلك بأنها مجرد كلام وشعار، ولكن هي كانت الحقيقة على أرض الواقع. هذا خالد بعد ما أنا كنت هنا انقطع الاتصال، كما انقطع الاتصال مع كل غزة وقطاع غزة. حاولت قدر الاستطاعة أن أصل إليه من هنا ومن هناك، لا حياة لمن تنادي. بالأمس بعث لي رسالة وبتصور بعثها لكم هنا. الرسالة حرفيا بعث لي مجموعة صور بأنه يا أخي إنه أنا صار لي فترة مش قادر أتواصل معك، وهذه جثث أطفاله اللي أنا كنت أتكلم معهم بشكل يومي، يعني سائد ومحمد سبحان الله خليهم ما أحلاهم، زوجته، إخوته جميعا كلهم تحت الأنقاض، كلهم تحت الأنقاض. ممتاز. وشوف الوصية وصاني هو إذا استشهد هو وبقوا أولاده أن أهتم في أولاده. الآن أين أولاده؟ رحلوا جميعا مع زوجته. هذا خالد الذي بالفعل يعني أنا قررت أن أكون بثبات انفعالي، ولكن كما بقول دوما أن الثورة عاطفة والمقاومة عاطفة، ولولا ذلك لا نستطيع أن نقلب هذه الطاولة على هذا الاحتلال. فلذلك هذه الصرخة وهذا الشكل وهذه الصورة التي الآن على شاشة قناة التاسعة، وهذه القصة المؤلمة بأن هذا الفلسطيني كأنه خلق ليموت. لا، احنا خلقنا لنحيا. الرسالة كمان، الرسالة أنا أردت هنا اليوم أن تكون صرخة مدوية. لا تعتادوا على المشهد أيها التونسي، أيها العربي، أيها الحر، لا تعتاد على هذا المشهد بأنه مشهد أنا حزين، لا أريد أن أشاهد الشاشات أنا عم بصير معي ضغط وأنا عم بصير بتألم. لا، اجعل من هذا الألم، اجعل من هذه الصورة أن تكون بصمة. لا تستسلم لهذا الحزن، لا تستسلم لهذا العجز أنه أنا مش طالع بإيدي، خليني أنا ما أشوفش. هيك عم بصير بتكلم الوطن العربي الآن. فلذلك أنا أردت من هذا اللقاء اليوم بكل أبجديتي وبكل ما أملك من طاقة. خالد مهنا زميلي في هذه المؤسسة منذ 5 سنوات، استشهدوا أولاده وزوجته كانت كل يوم تقول له أنت متزوج مؤسسة سيد الأرض، أنت متزوج سيد الأرض، والآن رحلت هذه هي سيدة الأرض أيضا إلى جنات الخلود إن شاء الله. ولكن أردت أن أنقل هذه الصورة وهذه المعاناة. هاي معاناة كل فلسطيني، هذا معاناة كل بيت. يا أنا مش قادر أفهم، أنا مش يا أخي فيش عندهم مشاعر؟ ما بيشوفوا بعيونهم، بس ما بيشوفوا كلهم دون استثناء. الآن الأولاد هذا ذبح، هذا تاريخ. ماذا ستقول؟ ماذا ستتكلم غدا مع أولادكم وبعد غدا؟ أين هذا الموقف؟ أنا حقيقة يعني أشعر بأنني ذهبت الكلمات وذهب كل الحديث من داخلي، ولكن هناك غضب. اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين.
أنا بتصور بحاجة وقفة إنسانية بيننا وبين أنفسنا كنا جميعا. لا تعتادوا على المشهد، لا تشردوش من هذا الموقف، شوفوه، احزنوا، ومن ثم اترك بصمة، شارك، كن فاعل، كن مبادر من أجل هذه القضية. بكرة أنت تخيل القصة عندك أنت في بيتك، خلينا نتكلم بكل وضوح. يعني أنت بتشعر معي لما أنت ابنك يروح وبنتك تروح؟ إحنا في حالة، إحنا تحت إبادة في فلسطين، كل فلسطين